مرحبا فلويني، شلونكم؟ اشتقت لكم كومات. I'm sorry لأنه مختفي عن الساحة اليومين اللي فاتوا. الشهرين. anyway، انتظرت أظافري تتكسر حتى أسوي فيديو. ليش؟ لأن هاي نذل حتى بحق نفسي. anyway، هذا الفيديو اللي هو دائما يطلبوا مني طريقة التلوين الصحيحة. حتى نعرف طريقة التلوين الصحيحة لازم شو نسوي؟ نعرف شنو الأخطاء وشلون نتفاداها. أول شي النصائح هذه مو من شخص درس الرسم، so technically هي من شخص أخطأ وتعلم من أخطائه. إضافة إلى ذلك أني دائما يعني من ملاحظاتي للمبتدئين، لأن هواي يجوني مبتدئين وعندهم مشاكل ولكن شلون أصحح تلويني. أول شي وأهم شي والمصيبة السرعة. أنتوا تلونون بشكل كلش سريع. أنا متأكدة إنه طريقة تلوينكم هيج. خلوني أفهم ذاك. متأكدة هذه it's impossible. يعني تتوقع من هيج تلوين خطأ. قبل لا أهمنا أستمر أوضح إنه مو كلكم يرتكب هذه الأخطاء، بس إذا أنت عندك مشكلة بالتلوين أنت ترتكب واحد من عندهم. هذه سرعة إيدك. سرعة إيدك مصيبة كبرى، لأنه راح تخلي تفاوت بالألوان مثل ما أنتم شايفين. هنا شنو؟ هنا شيء كلش غامق وهنا شيء فاتح، وأيضا راح تخلي شنو؟ فراغات، وهذولا يعني تصحيحهم كارثة. الشيء الثاني والسرعة الثانية اللي هي السرعة الإجمالية. إجمالية إكمالك للوحة بشكل كامل. مثلا تجيني بنية أو بغض النظر تجيني رسمة مرسومة كتخطيط ومرة تحبير، المهم كشكل كامل بنص ساعة. على أي أساس؟ أنت ما تنسخ رسمة، أنت محتاج نصف ساعة على الأقل للتخطيط فقط. يعني المحترفين هم اللي يخططون يعني بربع ساعة أو 10 دقائق whatsoever، والباقي تلوين، لأنه كل التفاصيل تكون عنهم بالتلوين. أنا عندي 10 دقائق إلى ربع ساعة أخطط، والباقي لأن كل التفاصيل تكون عندي كلها بالتلوين. إنه أنت مكمل لي رسمة كاملة بنص ساعة، شلون يعني؟ تتوقع إنه راح تطلع مثل الرسمة اللي متلونة بكذا ساعة؟ الرسامين يبقون ساعات يلونون ساعات، تعرف يعني شنو؟ فسالفة النص ساعة بدل ما تكونون فخورين بيها وانتوا عندكم طن أخطاء، حاولوا تصححون أخطائكم وتنطون وقت للرسم. انطوا وقت للرسمة. انت مدام تريد تطلع بيرفكت انطي وقت. شي ثاني، لما تجي انت تاخذ رأي شخص، يعني انت من تاخذ رأي شخص أو مثلا انطيني شنو أخطائي وشون أنا أصحح نفسي، غير تنطي أفضل شي عندك حتى أقيم مستواك. لو أنت جايب لي شخابيط، تعرف ليش أنت من تشوف رسمة بجروب أو على الانستا مكتوب عليها شخبوطة من شخص محترف وأنت تقول واو إذا هاي شخابيط رسمي شنو؟ هاي شخبوطة اللي مرسومة يمكن ب40 دقيقة أو مثلا بنص ساعة، الرسام يعتبرها شخبوطة لأنه باقي رسومة مرسومات ب3 4 يمكن حتى 6 ساعات أو أكثر. أوكي، فهاي بالنسبة له مجرد شخبوطة سكاتش. فأنت إذا تاخذ رأيي بشخابيطك is that normal؟ فالمفروض أنا من دا أقولكم هيك حتى أقل من قيمتكم، لا أنا دا أقولكم إنه الشي اللي تسووه أقل من مستواكم، أنت تقدر تطلع مستوى أحسن من هذا بهواية. هذا مو شي حتى تقلل منك، هذا الشي حتى أدفعك إنه تسوي الشي الأفضل لك. حتى أضرب لكم مثال من شخص يعني عربي، ما تقولون أجنبي وما أعرف إيش. هذا رسام على الإنستغرام، هذا الرسام راسم هاي الرسم 90 ساعة. تعرفون يعني شو 90 ساعة؟ 90 ساعة طبعا بشكل متقطع. وأنا أول ما شفتها حسبوها ديجيتال، هالقد ما الكولرز أو الألوان كلش سموث ومتداخلين مع بعض بشكل خرافي. انتم منتظرين أقول إنه ألوان مالته ممتازة؟ طبعا الألوان مالته ممتازة، بس هو راسمها ب90 ساعة. شو تتوقعون يعني؟ هسه لو أنطيه من 1000 وربع همين يصير زينة. anyway، الشغلة الثانية اللي تأثر عليكم انتوا لأن ترسمون بسرعة
تفقدون سيطرتكم على الضغط على القلم. يعني تضغط بشكل كبير وبعدين خفيف، كبير وبعدين خفيف. الرسام المتمرس أقدر أني بربع ساعة حتى سريع أضغط بنفس القوة، أو الرسام اللي متعود بس على شغلة وات على سالفة إنه يعني إيش قاعد يضغط. بينما أنت لا، لأنه بعدك بالبداية، بعدين من تتمرس أكثر it will be easier for you. So هاي إذا تريد تسيطر على القلم ارسم على كيفك. الرسامين يبقون يرسمون على كيفهم، ويعني ماكو اللي بيركض وراهم، فماكو داعي شنو you know just easy. شغلة الأخ، أنت ترسمون خطوط حتى تسهل عليكم السالفة. لازم تسوون يعني مو شرط خط، ممكن نسويها هيج، تحرك القلم just like شايفين؟ وعلى كيف على كيفكم. شغلة الأخ هم كبيرة، إنه أنت من تجي تلون، على سبيل المثال هذه، من تجي تلون مسافات كبيرة. يعني مثلا إذا أريد ألون وأني أنت راح ألون بهاي بالشكل، يعني مسافات كبيرة، يمكن الوجه كله ألونه نفس الشيء. that's wrong. الرسامين المحترفين يجون يلونون شوي شوي. يعني هسه أنا هاي أريد ألونها، أبدي ألون على كيفي لحد ما تطلع عندي الدرجة المطلوبة. أوكي، مو ألونها بشكل كامل، على كيفي قطعة قطعة أخذ حتى بالوجه نفسه. يعني أنا ما لونت هذا بنفس الوقت اللي لونت هذا، no. لونت هذا وبعدين هذا على كيفي، وهذا على كيفي، هذا على كيفي، هذا على كيفي، كله على كيف يعني على مهلكم. شغلة الأخ همينة، طبعا أنا مو مثال نقول لشخص اللون بشكل مثالية، no. أنا همينة متسرعة مثلكم، وما عندي يعني رغبة إنه أبقى كذا ساعة بالرسمة، بس لأنه يعني هذا واقع حتى أقارن لكم أنا شنو دا أسوي. شغلة ثانية التدرجات. انتو ما تنطون أبدا تدرجات. يعني هاي قبل هذا رسمها قوي، هذا رسمها أفتح، هذا رسمها أفتح من عنده. الرسامين أبدا ما يرسمون هيج. على سبيل المثال هذا متلون بقلم واحد فقط اللي هو هذا. انتو ما تنطون فرصة لنفسكم انه تضغطون على القلم بشكل مختلف حتى شنو تطلعون كذا درجة. يعني الرسام المتمرس يقدر بقلم واحد يرسم رسمة، you know what I mean. فانتو شنو حتى تطلع درجة، مو هذا ترسمه قوي وتجي يمه ترسم خفيف وتجي يمه ترسم خفيف. لا، الرسامين ما يسوون هاي السالفة. شو يسوون؟ يرسم اول شي طبقة خفيفة، طبعا على كيف مو بهالطريقة، وبعدين يرسم أطوخ من عندها، مثلا يبدي منها وبعدين أطوخ من عندها وبعدين أطوخ من عندها فوقها، بعدين أطوخ لحد ما يوصل للماكسيموم. ما يرسم بهالطريقة. أوكي، أنا اللي حتى يعني سيف تايم سويتها أوريدي هاي السالفة، بس عموما هي ما تسوي. يعني هسه أنت إذا تريد ترسم هذه شو تسوي؟ على كيف باللون، وبعدين فوقه المسافة كلها اللون، شوية تضغط أكثر، بعدين تضغط أكثر، بعدين تضغط أكثر، بعدين أكثر، بعدين أكثر. وممكن تستخدم مثلا مو لون واحد، ممكن تستخدم كذا درجة في حال أنت تريد تتنوع بالدرجات. أكيد الشيء اللي أنتم منتظرين تسمعوه اللي هو الأدوات. يس، الأدوات تأثر. ليش؟ لأن الأدوات مثلا إذا أنت جايب هذه اللي ب1400 مثل ما نقول إحنا، اللي هي بدولار واحد، طبعا ما راح أطلع لك هاي نتيجة. واي؟ لأنه اللي ب1400 ما بيها لون طخ، ما بيها لون قوي. أنت محتاج شيء فوق $5، يعني مثلا $8 $10 something like this، اللي هو الأدوات اللي أنت تقدر تقول عليهم مال ناس
مبتدئين يمكن، يعني انت بهالحالة محتاج بريزما، لانه انت بعدك مبتدئ. انت محتاج شي وسط اتعلم بيه شلون تضغط على الالوان، شلون تسيطر على يعني الاماكن اللي بيها ظل، اللي بيها ضوء. فانت محتاج هذه الادوات الزينة. من تحترف ذاك الوقت اشتريها، لانه اصلا تكون غالية يعني، وغالية لانه الوانها اقوى، مو لانه هي ترسم من وحدها. شيء اخير ومهم كلش كلش كلش، انت ما مجبر انه ترسم بالالوان الخشبية. نو، كل الوان الها فكرتها والها يعني الطريقة اللي تستمتع بيها. اكو اشخاص مثلا ممكن يستمتعون بالماي، ما يستمتعون بالخشبي. انت مو مجبر حتى انت تكون رسام، ها هي لو ترسم بالخشبي لو انت مو رسام، ماكو هيك شيء. اذا انت اصلا ما تحب الالوان لا تلون، لا تجبر نفسك على شيء حتى من ترسم تستمتع بيه. اوكي، ضروري كلش تسوي شيء انت مقتنع بيه. وايضا عندي نصيحة لكم، اشتروا ادوات يعني حتى لو رخيصة، مائي وزيتي وخشبي، بس يعني شلون اقول لكم، العبوا بيهن وشوفوا انتو شنو اكثر شيء تحبوه. من تشوف انت باكثر شيء متونس، ذاك الوقت راح اقول لك انه اوكي هذا انت اخذه الى مستوى ابعد، اخذه الاحتراف. مو مجبر انت تاخذ الخشبي كاحتراف، ولا مجبر انه تاخذ شيء معين، لانه المائي شغله غير، الزيتي شغله غير، وايضا الخشبي شغله غير. يعني اذا تحترف خشبي تبقى زيرو بالمائي او زيرو بالزيتي، خصوصا الزيتي. انت اعرف انت شنو تريد، حتى ذاك الوقت تحترف بالشيء اللي انت تحبه، وما تضطر انه تستعجل وبس تريد تخلص. ولا تحاول تصير اعجاب احد اطلاقا. انت ارسم لان تحب الرسم، مو لانه على مود تعجب الناس، لانه اذا ردت تعجب الناس مستحيل تقدر تعجبهم، لانه راح يطلع لك واحد يقول لك انت ليش تلون بزيتي، ويطلع لك واحد انت مو رسام لانه ما تلون بالمائي، ويطلع لك واحد يقول لك انت الرسم الحقيقي اصلا هو اللي سكتشز فقط بدون الوان. So do whatever you like, don't care about nobody. بنهاية الفيديو حابة أشكركم، وإن شاء الله استفدتوا من هذه النصائح، واللي حاول يجربها بليز دزولي على انستغرام أو فيسبوك سارة art the same name, and أريد before and after، يعني قبل اتباعكم للنصائح مالتي وبعد اتباعكم. لا تنسون أهم شيء السرعة، بطلوها وبطلوا ترسمون سريع حتى تصير رسمكم perfect. So أشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي. Stay safe, stay happy and always smile. شوكولاتات الكل.